غادي خدام. هذا هو الفرق، لان كتولي مجموعه من الاشياء. خصنا مراكز التكوين، ان مراكز التكوين، وشكون اللي يشتغل في مراكز التكوين؟ نعم، خصنا مراكز التكوين واللي يشتغلوا الناس مكونين كذلك. نعم، يكونوا على وكل شيء يعرف ان مكون راه خاصو تكوين، وانت عارف هادشي محمود يا دراز. بالفعل، وهذا وحنا كنشوفوا على ان كاينين مكونين وكاينين اطر كفءه. فكاين حسن بن عبيشه، كاين عبد الله الادريسي، كاين الورقه، كاينين الدراري اللي قدم مستوى كبير وفقط المنتخب كذلك كيف ما قلتي. كاين الورقه، كاين هذو السنه. خصنا هاد الاطر نتهلاو فيها، خصنا نعطيوها رواتب في المستوى حتى انها تشتغل باريحيه، ماشي نجيبوا اجانب ونعطيهم اموال طائله. ولكن عندما يتعلق الامر بالاطار الوطني فنقول هذا غير ولد البلاد نعطيو، لا بالعكس، فخصنا نعطيو، لان ما قام بحسن بن عبيشه حتى هو في مع الشبان، فعبد الله الادريسي كذلك تاهل لكاس العالم. فكل هذه الامور انجازات خصها تبقى مستمره. استمراريه اهم شيء. خصنا البطوله نستثمر في البطوله الوطنيه، نرفعوا من الايقاع كذلك. نعم، ونرفعوا من ايقاع البطوله، حتى ان العديد من الجماهير اللي ما بقاتش راضيه على المستوى اللي كتظهر به البطوله تكون. خصنا ملاعب اخرى في مدن اخرى بحال خريبكا، بحال اسفي، بحال العديد من بركان. فخصنا الملاعب كذلك تكون فعلا، لان شفنا يسري على ان في مراكش ملي لقاو الرجاء ملعب جميل، الجمهور في المستوى قدموا مباريات على اعلى مستوى. نعم. حتى كما قلتي الصحافه البرازيليه انبهرت بهاد اللاعبين، انبهرت بفريق الرجاء البيضاوي، لان بكل صراحه حنا كذلك اللي عرفنا فريق الرجاء دون بالصوره وعشناه، لان مفخره بكل صراحه. عشنا رفقه هذا الفريق كنحييو، لان عشنا معاه ايام لا تنسى بكل صراحه في مراكش وفي اكادير. شفنا الجمهور المغربي من طنجه للقويره، شفنا الاحتفاليه، شفنا الصحافه العالميه كتسول. يعني هذه اشياء لمسناها. ومره اخرى كنشكروا فريق الرجاء، لان عشنا مع هذه الصور، كنشكروه بشكل كبير جدا. لان واحد اللحظه فقط حنا كنا كنقلبوا على الصحفي البرازيلي فاش بدات البطوله، وكنقلبوا على الصحفي الالمان في نصف النهائي، هما كيجيو يقلبوا علينا يسولونا. شوف واحد الفريق بسيط عشناه، واحد التغيير. نعم. هما كيجيو يقول لك هذا الفريق اللي كنا كنسولوهم حنا شي جزيئات على مونتيري واش غيدخل رونالدينيو. فالصحفي كيقول لك في الليله ديال الماتش مونتيري غيفوز ب5، شفنا مونتيري الجمهور كيقول لك ب10. فهذه غير بمجرد على ان غوارديولا الرجاء دافعت علينا. غوارديولا حفظ اسماء اللاعبين، هذا دليل على انه اهتم بفريق الرجاء البيضاوي. نعم، اعطاه قيمه. غوارديولا قال بالحرف ان لما تسجل الهدف الثاني ديال فريق الرجاء خرجت انا والفريق من اللعب وشفت جمهور مغربي وشعب، وقال لك انا غدا كنلعب مع فريق وشعب رجاوي وشعب مغربي، وبالتالي الماتش كبير. هذا بيب غوارديولا اللي كنعرفوا ان، وانت كتعرف اكثر من اي واحد، ان في كورته الا كانت الكره ديالك راه ديالو، والا كانت الكره ديالو ما غتاخذهاش. بالفعل هذا غوارديولا 5 ثواني بالكثير كياخذ لك الكره فكيحرمك. فاكيد انه مدرب كبير، فمجرد انه حفظ اسماء بعض اللاعبين اعطى هذا كيعطي قيمه لهذا. ولكن تنشوف مجموعه الفايف ستار